بسم الله الرحمن الرحيم. معكم دكتور أحمد صلاح. إن شاء الله النهاردة هنكمل محاضرة البروتين، وهنبدأ نقسم البروتين على حسب الكومبوزيشن بتاعها اللي هو التركيب بتاع البروتين. قال لي الكومبوزيشن ده بيعتمد على السولوبيليتي اللي هي الذوبان، والفيزيكال بروبرتيز اللي هي الخصائص الفيزيائية بتاعة البروتين. فقسمنا البروتينات إلى سيمبل وكونجوجيتد ودرايفد بروتين. طيب نبدأ كده بالسيمبل بروتين. سيمبل بروتين يعني ايه يا دكتور؟ يعني بروتينات بسيطة، يعني لو جيت اكسرها كل مكوناتها هتبقى امينو اسيد بس. ايه ده؟ هو الكونجيجيتد والدليفرد بروتين فيها حاجات تانية غير الامينو اسيد؟ قال لي ايوه. كونجوجيتد يعني مربوطة بحاجة تانية، درايفد بروتين يعني جاية من بروتينات، يبقى دي مركبات جاية من بروتينات. تمام. انما السيمبل بروتين اتس سيمبل، بتحتوي على امينو اسيد بس، فهي بروتينية الاصل بشكل كامل. لو كسرتها عملت لها هيدروليسيس هتديني امينو اسيد اونلي. محاضرة النهاردة محاضرة نظري شوية، هي هديك شوية معلومات محتاجك تحفظهم عن كل نوع بروتين من دول. بإذن الله الملخص البسيط اللي هينزل لك هيبقى لمم الدنيا دي كلها. يعني أنا لو جيت أعمل لك الجزئية دي على شكل كتاب، كل دول هحطهم في صفحة واحدة بس وأقارنهم لك ببعض وتعرف إيه الفروقات بينهم، ومية مية. لكن طبعا الدش ده كله ملوش أي 30 لازمة. يعني أنت لو هتذاكر قراية من الكتاب بتاع القسم فأنت هتعلم بس على اللي أنا معلم عليه. طيب بالنسبة لأول واحد معانا وهو الألبيومين، احنا طبعا هنبدأ نقسم السيمبل بروتين على حسب الفيزيكال بروبرتيز. هو بيحصل له كواجيوليشن بالحرارة ولا لأ؟ كواجيوليشن يعني بيتجمد بالحرارة. تمام. سولوبيليتي بيدوب في ايه؟ موليكولار ويت حجمه الجزيئي عامل ازاي، وزنه الجزيئي عامل تقيل ولا خفيف. الامينو اسيد كومبوزيشن بيتكون من امينو اسيد نوعها ايه. فمثلا عندي اول واحد في السيمبل بروتين هو الالبيومين. يقول لك الالبيومين ده الماتش ديستريبيوتد ان نيتشر، موجود في الطبيعه بشكل كبير جدا. الالبيومين دوت بيبقى بوزيتيف هيت كواجيوليشن تيست، يعني لو جبت شويه حراره وجبت محلول فيه البيومين هتلاقي الالبيومين بيتجمد. انت عارف الالبيومين ده ايه؟ عارف البياض بتاع البيض؟ لما بتكسر البيضه السائل الزلالي الابيض ده هو ده البيومين. سخنه كده على النار تلاقيه جمد وبيض، هو ده الكواجيوليشن تيست. طب هو بيجمد وبيبيض؟ بيجمد وبيبيض، يبقى بوزيتيف هيت كواجيوليشن تيست. طب الكواجيوليشن بيحصل عند درجة حرارة 75. لو حطيت شوية اسيديتي في المحلول اللي فيه الالبيومين ده الكواجيوليشن تيست يحصل بدري شوية، يحصل عند 70. ولو حطيت شوية الكالينيتي الكواجيوليشن تيست يقل شوية، يحصل عند درجة حرارة 80، يتأخر عما يحصل يعني. طب الهيت كواجيوليشن تيست ده مهم جدا عشان اعرف الالبيومين في اليورين. المفروض طبيعي الالبيومين مش موجود في اليورين. لما الشخص يكون عنده مشكلة الألبيومين يبدأ ينزل في اليورين، بيعملوا ايه هما بقى؟ يقوموا جايبين عينة بول، ويقوموا رايحين جايين على حرف الأنبوبة من فوق كده ومسخنينه، يلاقوا فيه كتل بيضة بتتجمع فوق، يبقى إذا في ألبيومين داخل هذا البول. فدي طريقة إننا نعرف هل في ألبيومين موجود في اليورين ولا لأ، علشان نشخص كدني بروبلم اللي هي مشكلة في الكدني. طب الألبيومين بيبقى سوليبل في الديستال ووتر، المية المقطرة اللي مفيش فيها أي أملاح بيبقى بيدوب فيها. وبرضه بيبقى soluble في الدايليوتد أو الفيري دايليوتد سولت سوليوشن، اللي هي المحاليل الملحية المخففة جدا اللي هي نسبة الأملاح فيها بسيطة. وبيبقى برضه soluble في الألكالايس وsoluble في الأسيد، يبقى soluble في المية وفي المحلول الملحي المخفف وفي القواعد وفي الأحماض. طيب لو انت رحت حطيته في محلول مغنيسيوم صلفيت أو صوديوم كلورايد بس نسبة التشبع نص، يعني هاف ساتيوريشن. يعني هاف ساتيوريشن، فاكر بقى لما كان بيقولك ايه؟ هات معلقة سكر دوبها في المية شوفها هتدوب ولا لأ. ده دابت، حط كمان معلقة. ده دابت، حط كمان معلقة. ما دابتش، يبقى كده بقى محلول مشبع. المعلقتين اللي فاتوا دابوا كلهم فشبعوا المحلول. طب لو انا كنت حاطط نص معلقة والمحلول بتشبع بمعلقتين يبقى هو كده نص مشبع. فدينا نفس الفكرة. ان انا اجيب مية وادوب فيها مغنيسيوم صلفيت او صوديوم كلورايد بحيث يبقى نص مشبع، مش هيترسب، مش هيحصل له بريسيبيتيت. ليه؟ لان انا لسه قايل لك فوق ان هو بيبقى دايب في الميه في المحلول الملحي المخفف. طب ما هو الهاف ساتيوريشن ده يعني لسه ما تشبعش، يعني لسه محلول مخفف. لكن لما اجيب فول ساتيوريشن من الامونيوم سلفيت لا كده هيحصل له بريسيبيتيت. يعني ايه بريسيبيتيت؟ يعني هيترسب، مش هيفضل دايب بقى، هيترسب تحت كده.
طيب مهمة إن أنا أعرف إن هو بيبريسيبيتيت في المحاليل المشبعة اللي هو الفول ساتيوريشن أمونيوم سلفيت. طيب أهم حاجة الألبيومين ده من الهاي بيولوجيكال فاليو بروتين ليه؟ لأنه بيحتوي على كل الإسينشال أمينو أسيد، هو مفيش فيه غير المختفي غير الجلايسين، والجلايسين ليس من الإسينشال، وطالما مش من الإسينشال يبقى عادي البروتين له هاي بيولوجيكال فاليو. طيب الألبيومين ده يا دكتور يقولك بيدي جميع الألوان اللي هي الكالر تيست بتاعة البروتين، متشغلش بالك بيها قوي، بس اعرف ان البروتينات بتعمل لها كده تيست اسمه الكالر تيست، الألبيومين بيدي كل الألوان. طب الأسيد يعتبر الألبيومين أسيدك بروتين، تمام، أسيدك بروتين عند بي اتش 7.4 بيبقى له ايزو الكتريك، ملوش ولا موجب ولا سالب، هو بيبقى متعادل الشحنة، تمام، عند بي اتش 7.4. آسف، عند بي اتش 4.7، هو أسيدك بروتين عند بي اتش 7.4، ولو ايزو الكتريك بي اتش عند 4.7، يعني ما بيديش شحنة. طيب بالنسبة للإكزامبل اوف الألبيومين بقى، السيرم ألبيومين اللي هو الألبيومين الموجود في الدم، واللاكتو ألبيومين الموجود في اللبن، والأوفا ألبيومين الموجود في الإج، وحاجة اسمها الليوكوسين اللي بيبقى موجود في البقوليات والحبوب، تمام، زي البسلة، والبيبسين اللي هو الإنزيم اللي بيكسر لي البروتينات في المعدة، ده بيبقى برضو يعتبر ألبيومين، تمام، يبقى ده كده الألبيومين. طب يا دكتور أنا هعرف في إيه؟ والله اعرف لي فيه، أنا هديك هنا اللي هتعرفه، وأنت كل البروتينات هتطبق نفس الفكرة. هو coagulation test positive ولا نيجاتيف، بيدوب في إيه، والبي اتش بتاعه، تمام، اللي هو واسيدك ولا الكالاين ولا نيوترال، اسيدك بروتين في بي اتش 7.4، بس هو ده اللي انت تعرفه عنه. طيب بالنسبة للجلوبيولين، الدم بيبقى فيه البيومين وجلوبيولين، فهو بيقول لي ان دايما الالبيومين بيبقى مرتبط بالجلوبيولين. طيب الجلوبيولين برضو بوزيتيف بالكواجوليشن تيست. طيب مثال على الكواجولين، قال لي والله في عندي ايو جلوبيولين وفي عندي سودو جلوبيولين. ايه الفكرة هنا؟ قال لي الفكرة ان الايوجلوبيولين ده اللي بيدوب، ده اللي ما بيدوبش في المية، لكن السودو جلوبيولين دي اللي بتدوب في المية. يعني احنا جبنا الجلوبيولين وقسمناه الى حقيقية وغير حقيقية، الحقيقية ما بتدوبش، الغير حقيقية بتدوب، تمام. طيب عمال الحقيقية اللي هي الايوجلوبين بتدوب في ايه؟ قال لي بتدوب في الصلاين، الصلاين اللي هو محلول ملح، تمام، الصلاين اللي هو محلول ملح، لكن مية بس كده ما بتدوبش. طب ما هو دي حاجة كويسة ان انا افرق ما بين الجلوبولين وافرق ما بين مين، البيومين. يعني لو عندي مثلا، مش انا لسه قايلك ان الاتنين موجودين في الدم، طب افرض انا عايز اخد العينة من الدم وافصل الجلوبولين عن الالبيومين، افصلهم ازاي؟ قايلين فوق الالبيومين بيدوب في المية، والايوجلوبولين ما بتدوبش في المية، فالدم ده فيه املاح، خففه، ابدأ حط مية 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 مية، هتلاقي الايوجلوبولين ده بدأ يترسب لأنه بيبقى insoluble، فاللي اترسب عندك تحت ده جلوبولين، لكن الألبيومين بيدوب عادي في الديستال ووتر، مفيش أي مشكلة. طب حاجة تانية، الألبيومين بيبقى insoluble بيحصل له بريسيبيتيت، لسه قايلك اهوت، بريسيبيتيتد باي الفول ساتيوريشن، يعني الدم لو قعدت تحط فيه ملح 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 هيبقى محلول مركز فول ساتيوريشن، ساعتها الألبيومين هو اللي يترسب والجلوبولين هو اللي يفضل زايد. يبقى دي طريقة أفصل بيها الجلوبولين عن الألبيومين، هتيجي دلوقتي، تمام. بيقول لي اهوت لايك الألبيومين فهو soluble في الأسيدز والألكالايز، برضه هو هاي بيولوجيكال فاليو، بيحتوي على كل الاسينشال امينو اسيد، بيحصل له بريسيبيتيتد بالهاف ساتيوريشن امونيوم سلفيت، والفول ساتيوريشن صوديوم كلورايد ومغنيسيوم، او بايكربونات الايه، المغنيسيوم، يبقى هاف ساتيوريشن اوف امونيوم سلفيت، انما الالبيومين فول ساتيوريشن اوف الامونيوم سلفيت بريسبتيتد باي ات، تمام. بيقول لي الجلوبولين اكبر من الالبيومين، الجلوبولين اكبر من الالبيومين، فالجلوبولين بترسب بسهوله، يعني الالبيومين كان في الفول ساتيوريشن صوديوم كلورايد ما كانش بترسب، الالبيومين ما كانش بترسب، لكن هنا الجلوبولين بترسب، الجلوبولين بترسب، تمام.
طيب جاب لي بقى مقارنة بينهم، قال لي الألبيومين اهوت soluble في الووتر وفي السولت، هنا في السولت بس، هنا coagulated high biological بيحتوي على كل الاسينشال، بيحتوي على كل الاسينشال. الموليكولار ويت بتاعه اللي هو الوزن الجزيئي بتاعه ده 68 كيلو دالتون. دالتون دي وحدة قياس زي الجرام كده، كيلو اللي هو كيلو، تمام، اللي هو يعني 1000، يعني 1000 دالتون. ف 68 كيلو دالتون، انما الجلوبولين 150 كيلو دالتون. بريسبتيتد باي فول ساتوريشن هنا هاف ساتوريشن، تمام. موجود في السيرم، تمام، والايج والميلك برضو موجود في السيرم والميلك والايج. شغلته الالبيومين، شغلته في الدم ترانسبورتنج بروتين، بروتين ناقل، بينقل لي بقى الايه، عشان انا قلت لك ان الدم ميه، وفي حاجات ما بتدوبش في الميه زي مثلا الليبيدز، الدهون. البروتين يشيل الدهون ويلف بيها، فيقول لي هو الترانسبورتنج بروتين لبعض الاليمنت والفيتامين والهرمون. كمان بيحافظ على البلاد اوسموزس. لو سمعت محاضرة الفسيولوجي وسمعت حاجة اسمها الاونكوتيك بريشر، الاونكوتيك بريشر ديت سببها بروتينات الدم، بلازما بروتين، واهمها هو الالبيومين. اما الجلوبولين فهي برضو ترانسبورتنج، ولكن وظيفتها الاساسية انها بتكون لي الاي جي اي او الاي جي اللي هو الانتي بودي، اللي انا بقول عليه اميونو جلوبولين. اميون اللي هو مناعة، جلوبولين اللي هو الجلوبولين بروتين، فالجلوبولين اهم حاجة فيهم ان هم بيعملوا الانتي بودي. طيب بيقول لي الموست امبورتنت ممبر اوف الجلوبولين هي السيرم جلوبولين اللي موجودة في الدم. ما هو في جلوبولينز تانية زي الميوسين مثلا موجود في العضلات، لكن الاهم هو السيرم جلوبولين. طيب السيرم جلوبولين دوت لما بناخده كده ونحطه في حاجة اسمها الكتروفوريسيس، ده جهاز كده هناخده في العمل ان شاء الله، كهرباء، تمام، موجب وسالب، وبنخلي الجلوبولين يمشوا في حمام من الشمع. على حسب الموليكولار ويت بيبدأوا يسبحوا. يعني انا قلت لك عندنا واحد فت وزنه 70 كيلو وسباح ماهر، واحد تاني وزنه 90 كيلو، واحد تاني وزنه 120 كيلو، وهيبدأوا يعوموا في حمام السباحة. متوقع ان ال70 هيسبق ال90 بعده، ال120 بعدهم، تمام. فدي نفس الفكرة، ان انا بعمل الكتروفوريسز وابدأ اخليهم يسبحوا من بداية لنهاية تحت تأثير كهربي في شمع. فالأخف بيمشي بسرعة والأتقل بيمشي بالراحة، فبيبدأوا ينفصلوا عن بعض مجموعات الجلوبولين اللي موجودة في الدم، ولاقيهم بيتكونوا من 3 مجموعات ألفا وبيتا وجاما، تمام، بسبب اختلاف مين، الموليكولار ويت بتاعهم. طيب أمثلة الجلوبولين، الميوسين الموجود في البروتين، وده الشيف ماسل أو الشيف بروتين في الماسل. العضلة بتحتوي على 50% بروتين اللي هو الميوسين. والثيروجلوبولين ده اللي موجود في الثيرويد جلاند، اللي هو بنصنع منه الثيرويد هرمون بتاع الغدة الدرقية. الانتي بودي عبارة عن جلوبولين. الفوسفاتيز انزيم واليورييز انزيم والتريبسين والسيرولوبلازمين بتاع النحاس، والترانسفيرين بتاع الحديد، والكايموتريبسين برضو بتاع الايه اخد تريبسين، والليجمين اللي هو جاي من البقوليات البيب. دول كلهم ايه، انواع جلوبولين. طيب بيقول لي البلاد والبيولوجيكال فلويد فيها جلوبولين، بس الجلوبولين ليه بيدوب فيهم مع انهم ميه ووتر؟ قال لي لان فيهم املاح، والجلوبولين بيدوب في الاملاح، فهم يعتبروا سوليوشن. يعني هتقول يا دكتور مش احنا واخدين ان البادي فلويد والبلاد والكلام ده كله في اول محاضرة فيسيولوجي ان هم ووتر؟ ماشي، بس هم ووتر سوليوشن ففيهم املاح، فعشان كده الجلوبولين بيدوب. لكن لو انت خففت الدم شوية الجلوبولين هيترسب. فبيقول لك اهوت لو البلاد سيرم اصبح مور او ماتش دايليتد، اتخفف اكتر بديستالد ووتر، هيحصل بارشال بريسيبيتيت في الجلوبولين ايه مولكيول، هيحصل ترسيب للجلوبولين لتحت. وده يعتبر طريقة لفصل الجلوبولين عن الالبيومين، ان انا اجيب الدم واخففه، فالجلوبولين يترسب والالبيومين زي ما هو دايب لانه بيدوب في المية وفي الاملاح. في طريقة تانية اللي هي السيبريشن عن طريق الدياليسيز، تمام، اللي هو محلول containing albumin and globulin against the water. تمام، بيقول لي as the salt dialysis out the globulin precipitate thus الجلوبولين can be easily separated from الالبيومين. هي نفس فكرة ان انا هخفف المية، بس فكرة الاول طريقة ان انا اجيب الدم واحط جواه مية فالمية تتخفف، او احط بينهم سيمي بيرميابل ممبرين واحط هنا محلول ملح شديد جدا، الاملاح تسحب المية، الاملاح تسحب المية، تمام. فلما املاح تسحب الميه هيبقى
المحلول بتاع الدم دوت مخفف. فكرة ان هنا الدم، تمام، انا رسمت السهم غلط معلش. اول طريقة ان انا كنت احط مية على البلد، تمام، فالبلد يتخفف. تاني طريقة ان انا اجيب مية جنب الدم واخلي الدم فيه املاح فيبدأ يسحب من المية، يسحب من المية، دي اسمها الدياليسيس، تمام. فيسحب من المية فيبدأ المحلول هنا يتخفف يتخفف يتخفف، فبرضه الجلوبولين يبدأ يبريسبيتيت. هي نفس الفكرة ان انا عايز اخفف المحلول، فلما اخففه يبقى مية والجلوبولين ما بيدوبش في المية. هي دي الفكرة كلها عشان افصل الالبيومين عن الجلوبولين. طيب تالت عضو معانا وهو اسمه البروتامين. طيب بالنسبة للبروتامين، البروتامين برضو بيقول لي ده simplest natural بروتين. ليه يا دكتور؟ قال لي اصله 20 امينو اسيد بس، والبي اتش بتاعه 7.4 تمام، فهو اقل بروتين في الحجم، 20 امينو اسيد بس. الحجم الجزيئي بتاع الموليكولار ويت بتاعه حوالي 3 كيلو دالتون، ودايما بيوجد ككومباينيشن مع النيوكليك اسيد اللي هو الدي ان ايه، يعني داخل النيوكليوس، فبيكون لي حاجه اسمها النيوكليو بروتين. طيب بيقول لي ان البروتامين دوت بيبقى ووتر سوليبل وبيدوب في الامونيا، وحته ذوبانه في الامونيا دي مهمه عشان بتفرق لي بينه وبين الهستون. هتقول لي هو احنا هنفرق بينهم ليه؟ ما هو الهستون برضو موجود داخل النيوكليوس مرتبط بالنيوكليك اسيد، فعشان افرق بين البروتامين والهستون لما اجي اشتغل على الدي ان ايه بستخدم الامونيا. البروتامين بيدوب في الامونيا، الهستون بيبريسيبيتيت بترسب في الامونيا. طيب بيقول لي ان البروتامين نون كواجولابل، ما بيحصلوش كواجوليشن، ما بيجمدش. آه وبيقدر ان هو يرسب باقي البروتينز في المحاليل بتاعته. بمعنى ان انا لو عندي محلول ودايب فيه البيومين حط عليه بروتامين، الالبيومين يترسب وهكذا. يبقى probability of precipitating الأقوى solution of الأذر بروتين، تمام. وهو الكاركترستيك solubility بتاعته في الأمونيا بتفرقه عن الايه، عن الهستون. وهناخد دلوقتي الهستون ونعرف ان هو ما بيدوبش في الأمونيا لكن البروتامين بيدوب. البروتامين ده بيزك أو strongly basic يعني قاعدي، نتيجة وجود أمينو أسيدز قاعدية بكميات كبيرة زي الأرجينين. بيقولك مثال على البروتامين حاجة اسمها السلمين. السلمين دوت بيحتوي على 90% من عدد الأمينو أسيد اللي فيه أرجينين، تمام، إلى جانب أمينو أسيد أخرى زي الليوسين وزي الهستidine أو أنا آسف اللايسين والهستidine، تمام. ما بيحتويش على السيستين ولا التريبتوفان ولا التيروزين، فهو ما بيعتبرش هاي بيولوجيكال لأنه بيفقد إيه essential أمينو أسيد. بيقول لي نتيجة البيزك تشارج القوية اللي عنده دي فهو بيدوب في الأحماض. خد بالك الحمض بيدوب في القاعدة والقاعدة بتدوب في الحمض، لكن قاعدة في قاعدة ما تدوبش. أعرفها بقى لحد ما ناخدها إن شاء الله في الفارماكولوجي في حاجة اسمها السولوبيليتي أو البي كي إيه. موضوع مهم جدا وجميل. أحسن بلوك في الترم هتاخده هو آخر بلوك، الفارماكولوجي والباثولوجي. أصعب واحد، أسهل واحد في المذاكرة، محتاج شرح كويس جدا، لكن كل اللي احنا بنقوله ده جخ قسما بالله، كلام كله نظري ومحتاج يتحفظ، الفهم فيه يكاد يكون معدوم، تمام. يبقى نتيجة البيزك تشارج الكبيرة اللي عنده ديت بيدوب في الأحماض عادي جدا. طيب البروتامين على حسب وجود البيزك أمينو أسيد بنقسمه إلى 3 أقسام، مونو وداي وتراي بروتامين. مونو يبقى بيحتوي على أمينو أسيد واحد بيزك اللي هو الأرجينين، داي اللي هو اللايسين والهستidine، تراي يبقى أرجينين ولايسين وهستidine. طيب يقول لك البروتامين موجود في الحيوانات المنوية، وخاصة الحيوانات المنوية بتاعة الأسماك. هي الأسماك لها حيوانات منوية طبعا. طيب البروتامين موجود في البويضة في الأوفا، موجود في النباتات اللي هي حبوب اللقاح البولين جرينز، تمام. اكزامبل عليه حاجة اسمها السلمون وقلنا الصيمين، السلمون والصيمين. بيقول لي بيبقى موجود في السلمون والتونة فيش، مفيش مشكلة. يبقى ده اللي تعرفه عن البروتامين، واهم حاجة ان هو بيدوب في الامونيا، بيدوب في الامونيا، وهو السمبلست ناتشورال بروتين، 20 امينو اسيد بس. طيب بالنسبة للهستون ده بيزك بروتين بيحتوي على كميات كبيرة من البيزك امينو اسيد ولكن اقل من الايه، من البروتامين، تمام. فبقول لي the most important amino acid بيبقى الارجينين
الهستون بيتكون من ارجينين مع هيستidine وشوية من الليوسين، بس الكمية بتاعة البيزك تشارج بتاعته بتبقى أقل من البروتامين. طيب بيدوب في المية وبيدوب في الدايلوتد سول، في الدايلوتد أسيد، يعني بيدوب في الإيه، في الأحماض المخففة زيه زي البروتامين، بس هو insoluble في الإيه، في الأمونيا، وبالتالي دي حاجة كويسة جدا عشان نفرق بينه وبين البروتامين. طيب بيوجوالي بيبقى موجود في النيوكليك أسيد وحاجة اسمها البروفيرين. تمام، البروفيرين هناخدها، موضوع مهم جدا. طيب مش موجود في النباتات، بيقول لي بيبقى ويكلي coagulable، يعني بيحصل له coagulation بشكل بسيط، coagulated by heat ولكن ويكلي، تمام، مش كله. طب والكواجولم اللي بيتكون دوت ينفع ترجع تدوبه تاني في الأحماض، تحطه في الأحماض تاني يرجع يدوب. يبقى الكواجولم دي المادة الناتجة عن الحرارة، لما احط البروتين في الحرارة المادة اللي بتتكون الصلبة دي اسمها الكواجولم، فهو weakly coagulated by heat، ولكن الكواجولم اللي بيتكون لما بيحصل له coagulation بيدوب تاني في الأسيد. تمام، على عكس طبعا الكواجوليتد البيومين والجلوبولين اللي هي ما بتدوبش. طيب بالنسبة للهستون، الهستون موجود في الجلانيولار تيشو، الجلاندولار تيشو اللي هو النسيج بتاع الايه، الغدد، زي الليفر والسبلين. البروتين اللي اسمه جلوبين، خد بالك مش جلوبولين، لا ده جلوبين، الجلوبين اللي موجود في الهيموجلوبين بتاع الدم، زي الهستون بالظبط، يعني بنعتبر الجلوبين نوع من انواع الهستون. الجلوبين دوت بيتكون من تريبتوفان وتيروزين وأرجينين وهستيدين ولايسين بالنسب الآتية 2 3 3 8 9. فبنعتبره اتيبيكال هستون لأنه بيحتوي على كمية أرجينين قليلة، بالنسبة للهستيدين واللايسين 8 9، الأرجينين 3، فدي نسبة قليلة، فهو بيعتبر اتيبيكال هستون لأن الهستون بيحتوي على كميات كبيرة من الأرجينين. تمام، فهو اسمه اتيبيكال هستون نتيجة اللو كونتنت اوف الايه، اوف الارجينين. طيب نيجي بقى لحاجة تانية اسمها الجلادنز او البرولامين، مش مهمة اوي دي ليه، لانها مش موجودة في الانيمال وبالتالي مش هنتكلم عنها في الميتابوليزم، احنا عايزين ندرس اللي بيخدمنا في الميتابوليزم. فكل اللي هتعرفه لي عن الجلادين او البرولامين ان اسمها برولامين لانها بتحتوي على البرولين والجلوتامين بكميات كبيرة، يبقى برولين وجلوتامين بكميات كبيرة، فسميت الجلادين دي برولين. مش موجودة في الحيوانات، موجودة في النباتات، موجودة في كل الحبوب والبقوليات عدا الرز. تعرف اللي انا بقوله لك بس وخلاص. تمام، بتبقى insoluble في الووتر، الرز بيدوب في الميه، البقوليات اللي هي الحاجات بتدوب في الميه لا، يبقى insoluble في الووتر والصلاين، ولكن soluble في الكحول بتركيز 70 ل 80%، لانها بتحتوي على برولين والبرولين بيدوب في الكحول. تمام، مثال عليها القمح وزيت الذرة بس، شكرا. يقول لك بقى deficient في اللايسين والتريبتوفان، ده ما يهمنيش في حاجة. طيب الجلوتيلين برضو بروتين، او بلانت بروتين، فهو مش مهم بالنسبة لي قوي، تعرف لي بس ان هو soluble في الدايليوتد اسيد، ولكن ما بيدوبش في المية ولا في الدايليوتد سولت، الاسيد بس، بيبقى فيه كميات كبيرة من الجلوتاميك اسيد، لارج موليكولار ويت وهيت كواجولابل، زي الايه، موجود في الرز حاجة اسمها الأورزينين والجلوتيلين بتاع الويت القمح. طيب نيجي للمهم بقى، السكليروبروتين. السكليروبروتين او اسمهم الالبيومينويدز، دول الالبيومين او زي الالبيومين بس موجودين خارج الخلية، موجودين خارج الخلية. فبيقول لي ان السكليروبروتين دي بتبقى بروتينات او مجموعة بروتينات بتبقى insoluble في الووتر او الدايليوتد اسيد، most common reagent اللي هم الكواشف. تمام، الريجنز دي اللي هي الكواشف اللي بكشف عنها عن مواد تانية، دايما موجودين اكسترا سولار، عمرنا ما نلاقيهم داخل الخلية. تمام، وظيفتهم ايه، بروتكشن اوف ذا بودي. زي ايه يا دكتور؟ قال السكلوروبروتين اللي بيكونوا لي الهير والنيل والسلك اللي هو الحرير والكونكتيف تيشو. تمام، وما بنلاقيهمش في البلانت، دايما موجودين في الانسان. زي ايه السكلوروبروتين او الالبيومينويدز؟ كيراتين، كولاجين، الاستين، وريتيكولين، اظن انت سمعت عنهم قبل كده في الهيستولوجي. بالنسبة للكيراتين او بسميه السيتوكيراتين، ده تيبيكال فايبرس بروتين، فايبرس يعني خطي طويل مش جلوبيولار. تمام، بيبقى دايما كولويد او سبايرال شيب او هيليكس تايب، كل ده ما يهمنيش، اهم حاجة ايه انواع البوند اللي موجودة في الكيراتين؟ دايسلفايد بوند اس اس وهيدروجين بوند.
طيب الكولويد كيراتين اللي هو الالفا كيراتين. الالفا كيراتين ده كولويد ملفوف حوالين نفسه، لما اسخنه ابوظه، اعمل له ديناتيوريشن، ابوظه وبعمل له انفولدنج، بفكه، فبيبقى اسمه بيتا كيراتين. فلو تحول الالفا كيراتين لبيتا كيراتين يبقى ده كده مرض. تمام. طيب بيقول لي ان هو highly insoluble، ما بيدوبش خالص، ما بيحصلوش digestion بالبروتيوليتيك انزيم، بروتين قوي. الشعر بتاعك ده بتأثر بحاجة ما بتأثرش بحاجة. طب امتى بقى يبوظ؟ قال لي لما اعمل له بويلنج، غليان لفترة طويلة مع الكلاين، مع قاعدة. طيب في سلفر بكميات كبيرة جدا وبيحتوي على السيستين. قال لي السيستين ده مهم جدا للكراتين. ليه؟ قال لي هو اللي بيديله stability عالية جدا وبيخليه insoluble. تمام. طيب برضو الكراتين بيحتوي على الهستidine واللايسين والارجينين، ولما بيحصل له هيدروليسيس بيديلي هستidine ولايسين وارجينين بنسبة 1:4:12، يعني بيحتوي على كمية كبيرة من الارجينين. طيب ازاي نعمل له ديسولف؟ قال لي بنعمل له ديسولف بحاجة اسمها الباريوم سلفايد، لان الباريوم سلفايد بيكسر الاس اس بتاعته اللي مثبتاه. فلو جبت الباريوم سلفايد وحطيته مع شوية كوزموتيك، مواد كاوية، هتشيل الشعر. دي بيستخدموها طرق من طرق إزالة الشعر عند الفيميل طبعا. باريوم سلفايد مع كوزموتيك يشيل الشعر لأنه هيدوبه. تمام. بيقول لي الكراتين موجود في الهير والنيل والسوبرفيشال لاير وفي السكين، اللي هو الشعر والأظافر والطبقة السطحية من الجلد، والانترميديات فيلمنت بتاع السيتوسكيلتون، وفي الإبيثيليال سيل. بيقول إن الكراتين دي بتحتوي على أكتر من 20 نوع من البولي بيبتايد. السيستين يمثل 14% منه. تمام. وهو جود سورس فور السيستين ده اللي هو الكراتين. طيب بالنسبة للكولاجين، الكولاجين ده اللي موجود في الوايت فايبرس كونكتيف تيشو زي ما انت عارف، موجود في التندون والبون لأنه قوي، بيمثل 30% من التوتال بروتين اللي موجود في الجسم. الكولاجين مهم جدا. الكولاجين بيتكون من 3 بولي بيبتايد تشين كل مولكيول منه. التلاتة بولي بيبتايد تشين بيبقوا تريبل هيليكس مولكيول لافين حوالين بعض في شكل حلزوني. الهيدروجين بوند هي اللي بتثبتهم. كل لفة من الهيليكس دول بتحتوي على 3 أمينو أسيد بس. في 19 نوع من الكولاجين بيدخل في تركيبهم 30 نوع من السبيونت، اللي هو 30 نوع من البولي بيبتايد. 30 نوع من البولي بيبتايد بيتجمعوا تلاتات عشان يكونوا لي 19 نوع من الكولاجين. طيب الكولاجين بيحتوي على كميات كبيرة من الجلايسين والبرولين والهيدروكسي برولين، بس كمية السلفر فيه قليلة طبعا، على عكس الكيراتين كمية السلفر فيه عالية. طيب بيقول لي ان الجلايسين والبرولين والهيدروكسي برولين تلتين التوتال امينو اسيد اللي موجودين في الكولاجين بكمية كبيرة جدا. طيب هو بس الفكرة عمال بيقول لك جملة ويرجع يعيدها لك تاني، عشان كده انا معلم لك على الجمل اللي مش هتكررها كتير. هو الكلام ده بس اللي تطلعه من المعلومة، تنتظر جدول هعمله لك هيلم لنا الدنيا دي كلها. طيب السيكونس بتاع الجلايسين البرولين الهيدروكسي برولين بيبقى جلايسين اكس واي. اكس دي عادة بتبقى برولين، وانا لسه بقول لك ان في امينو اسيدز تانيين، فالجلايسين ده ثابت. جلايسين ثم امينو اسيد ثم امينو اسيد ثم جلايسين، فهو جلايسين اكس واي جلايسين، جلايسين اكس واي جلايسين، وهكذا. الاكس ده عادة وغالبا بيبقى برولين بكمية كبيرة. الواي يا اما هيدروكسي برولين يا اما هيدروكسي لايسين، يبقى جلايسين برولين هيدروكسي برولين، جلايسين برولين هيدروكسي لايسين، وهكذا. طيب بيقول لي الكولاجين ولا فيه تريبتوفان ولا فيه سيستين. الكولاجين بيختلف عن الكيراتين ان فيه كمية سلفر قليلة، قلنا الكلام ده كله. الكولاجين بيبقى انسوليبل في الووتر وفي الاسيد وفي الالكالاين، وده وجه الشبه بينه وبين الالاستين ان هما الاتنين انسوليبل. طيب الكولاجين بيبقى ريزيستنس للبيبتيك والتريبسين دايجيشن، والبويلنج لفترة طويلة في المية وفي الأسيد وفي الألكالاين ما بيغيروش. لا أنا آسف، البويلنج ما بيغيروش، بس البويلنج لفترة طويلة مع ويك أسيد أو ويك بيز هيؤدي إلى إن الكولاجين هيتحول إلى مادة تانية اسمها الجيلاتين. مادة تانية اسمها جيلاتين وهناخدها تحت اهو. طيب بيقول لي كمان إن الجيلاتين والكولاجين النيوتريتيف فاليو بتاعتهم اللي هي القيمة الغذائية بتاعتهم قليلة، لأنهم بيحتووا على 40% فقط من الاسينشال امينو اسيد. فده مش كويس، يعني حاجة ضعيفة خالص. طب الجيلاتين ده جاي من البرولونجد بويلنج اوف الكولاجين، غليت الكولاجين لفترة طويلة فاداني جيلاتين.
الجيلاتين ده easily digested، بيتهضم بسهولة، بيكون لي جل لما اسيبه يبرد، اللي هو بنسميه الجيلي. تمام، الطريقة اللي بيعملوا بيها الجيلي. الجيلي ده مادة حلوة قوي في الأكل، يعني كدايت هو كويس جدا، وخاصة للناس الكبار، لأنه هو أولا يعتبر أبيتايزر، يعني من الحلويات، من الحاجات اللي إيه بتحلي بيها، وفي نفس الوقت بيبقى easily digested. ولكن ما ينفعش تعتمد عليه بصفة أساسية أو كمصدر للبروتين، لأنه فيه كميات قليلة من الاسينشال أمينو أسيد. تمام. ومفيش فيه تريبتوفان ولا فيه فيستين. تمام، وبيحتوي على كمية بسيطة جدا من الميثيونين، فده له بيولوجيكال فاليو، فما ينفعش تعتمد عليه. طب بالنسبة للإلاستين، قلنا ده يلو فايبر، موجود في اليلو فايبر، زي اللنج، زي اليوترس، وزي التندون، وزي الليجامنت عشان بتمط. الإلاستيك تيشو برضو اللي موجود في التندون وموجود في البيج ارتري بيحتوي على الإلاستين. الإلاستين بيبقى 4 بولي بيبتايد تشين. الأربعة بولي بيبتايد تشين دول بيبقى فيهم ألانين وليوسين وفالين وبرولين بكميات كبيرة. مفيش فيه سيستين، ومفيش فيه ميثيونين، مفيش فيه هيدروكسيليوسين، ومفيش فيه هيستidine، هيدروكسيلايسين، ومفيش فيه هيستidine. تمام، بيبقى برضو انسوليبل في الووتر، قلنا زي الكولاجين انسوليبل في الووتر والاسيد والالكالاين والسلاين. علشان اعمل له هيدروليسيس لازم اغليه، ولكن المرة دي مع سترونج اسيد او سترونج الكالاين، او اكسره بالالاستيز انزيم، هيخرج لي الفري امينو اسيد بتاعته اللي هم الانين وليوسين وايه وفالين وبرولين. طيب اخر واحد معايا اسمه الريتيكيولين. الريتيكيولين ده موجود في الريتيكولار تيشو بتاعه السبلين والليفر والليمف جلاند. شبيه جدا للالاستين والكولاجين، unaffected بالدايليوتد اسيد او الالكالاين، ما بيأثروش فيه. دي كده كانت السيمبل بروتين. طيب من البروتينات اللي فاتت دي بقى انا عايزك تعرف لي بس كل بروتين شوية معلومات بسيطة. هو soluble في ايه وانسوليبل في ايه؟ تمام، بيحصل له هيت كواجيوليشن ولا ما بيحصلوش هيت كواجيوليشن، والامينو اسيدز المشهورة في كل بروتين من دول. يعني بس هي مجرد اسئلة بسيطة هتيجي معاك بالتكرار، مش هتحتاج ان انت تقعد تبذل مجهود في حفظها يعني. اقرأ بس المحاضرة مرتين ثلاثة في 3 4 ايام مختلفين. طيب بالنسبة للنوع التاني من البروتينات وهو الكونجوجيتد بروتين. ومعنى كلمة كونجوجيتد ان انا بجيب بروتين واربطه بنون بروتين جروب، بمجموعة ماهيش بروتين. زي ايه مثلا؟ قال لي زي الفوسفوليبيد مرتبطة بفوسفات، اللايبوبروتين مرتبطة بدهون، الجلايكوبروتين مرتبطة بكربوهيدرات. فالفكرة هنا اننا بنربط السمبل بروتين بنون بروتين جروب، بنسميها بروسيستيك جروب. يبقى النون بروتين جروب سواء كانت فوسفات، ليبيد، كربوهيدرات، بنسميها البروسيستيك جروب. ولما اعمل هيدروليسيس للكونجوجيتد بروتين ده هيديني امينو اسيد وهيديني البروسيستيك جروب، عشان كده بسميه كونجوجيتد، ربطه بحاجه تانية. طيب اول حاجه معايا هي الفوسفوليبيد. زي ما قلنا ده بروتين مرتبط بفوسفات. الفوسفات بتبقى مرتبطه بالامينو اسيد سيرين وتيروزين وثيرونين بالاو اتش بتاعتهم. يبقى الفوسفات بيرتبط بالهيدروكسيل امينو اسيد سيرين وتيروزين وسيرونين. احفظهم: سيرين سيرونين تيروزين، سيرين سيرونين تيروزين. طيب موجود فين الفوسفوليبيد؟ قال لي موجود في الكازيين اللي هو المين بروتين في اللبن، اللي هو بروتين اللبن. موجود في حاجه اسمها الفيتيلين، ده بيبقى موجود في صفار البيض، الايج يوك. تمام. طيب بالنسبه لللايبوبروتين ده برضو بروتين مرتبط بدهون ليبيد. زي ما قلت لك البروتين بيعمل كترانسبورتر في الدم، فعلشان الف بالدهون اللي هي ليبيد ما بتدوبش في الميه في الدم اللي هو ميه، لازم الليبيد دي تتحمل على حاجه. فانا بربط الليبيد بالبروتينات عشان اكون لايبو بروتين. دي بتخلي الليبيد ووتر سوليبل وتقدر تمشي في الدم، زي طبعا البلازما بروتين. كمان عند الجلايكوبروتين بترتبط بالكربوهيدرات. تمام، سواء كان كربوهيدرات سلاسل قصيرة أو سلاسل طويلة. زي ايه؟ زي الميوكاس سكريشن اللي بتطلع في الجاسترو اندستينال تراكت، اللي هو المخاط اللي بيتفرز داخل الجهاز الهضمي، والجلايكو بروتين اللي موجودة في السيل وول في جدار الخلية عشان تعمل كريسبتورز ومستقبلات وكلام من ده. ثم عند الميتالو بروتين ان البروتين بيرتبط بالمعادن، هي نفس الفكرة، ان البروتين بيلف بالمواد في الدم. فعندنا بروتينز بترتبط بالايرن زي الفيرتين والترانسفيرتين.
الفيرتين يرتبط بالايرن ويقعدوا هما الاتنين انتراسولار داخل الخلية، والترانسفيرين ده بيرتبط بالبروتين ويلف بيه في الدم. طب الزنك، قال الانسولين ده بروتين بيبقى متخزن على هيئة كريستالات مرتبطة بالزنك. طيب والكوبر اللي هو النحاس، قال لي في حاجة اسمها السيرلوبلازمين. السيرلوبلازمين ده بروتين بيلف بالنحاس في الجسم، وبيبقى مسؤول عن أكسدة الحديد من الحديد الثنائي للحديد الثلاثي. وعندي حاجة أخيرة اسمها السيلينيوم. السيلينيوم ده معدن بيبقى موجود داخل الإنزيم اللي اسمه الجلوتاثيون بيروكسيديز إنزيم. برضو الجلوتاثيون بيروكسيديز ده بروتين لأنه إنزيم، فمرتبط بالسيلينيوم. تمام، دي كده كانت الميتالوبروتين. طيب في عندي الكروموبروتين، وكلمة كرومو جاية من كلمة كلر، فهو قصده بروتينات مرتبطة ببيجمنت بصبغة، زي الهيموجلوبين. الجلوبين قلنا ده بروتين، الهيم دي صبغة حمراء. تمام، والسيتوكروم دي انزيمات موجودة في الكبد، قالب بيحتوم على هيم اللي هو ايه، صبغة حمراء لون احمر ريدن كلر. هيم بيجمنت بتبقى ريدن كلر. السيتوكروم بيبقى موجود في الميتوكوندريا بتاعة الليفر. طيب النيوكليوبروتين، النيوكليوبروتين من اسمها كده بروتينز مرتبطة بنيوكليك اسيد، نيوكليك اسيد اللي هو دي ان ايه، فهتبقى موجودة في النيوكليس. فيقول النيوكليوبروتين دي عبارة عن بروتينات مرتبطة بنيوكليك اسيد. تمام. النيوكليك اسيد بقى بيبقى مرتبط بواحد او اكتر من السيمبل بروتين، مش فارقة معايا. اهم حاجة ان السيمبل بروتين اللي بيرتبط بالنيوكليك اسيد انت اصلا واخده قبل كده، اللي هو الهستidine. الهستidine بيكون لي هستون. هستidine بيكون لي هستون. وكمان كنا واخدين ان البروتامين برضو بيرتبط بالنيوكليك اسيد. فالهستون والبروتامين دول سيمبل بروتين، بتبقى بيزك بروتين لاحتوائهم طبعا على الارجينين، لو انت فاكر بقى في اول محاضرة. النيوكليوبروتين بتبقى موجودة في كل الحيوانات وكل النباتات لان كله فيه دي ان ايه. سهل ان انا ايه اعمل لها ايزوليشن من اليست او من الخلية. يعني بجيب ده الفطر الخامرة او الفطريات، وبقدر اشيل الدي ان ايه منها بسهولة اللي هي النيوكليوبروتين. الدي ان ايه هو النيوكليوبروتين، لان الدي ان ايه عبارة عن نيوكليك اسيد مع بروتين. تمام. فسهل ان انا اشيلها يعني وايه، واطلعها من النيوكليوس بتاعتهم وبيبقوا بقى densely packed، يعني ملفوفين حوالين بعض كده، دي ان ايه بتاع نيوكليك اسيد وبروتين، فمكون لي النيوكليوبروتين اللي هو الدي ان ايه. زي مين مثلا؟ زي السايمس سيل اللي هي الخلايا بتاعت الايه، الغدة التيموسية. كمان بيقول لي خلايا الفيروسات بيبقى جواها برضو النيوكليوبروتين كومبلكس دي. عايز يقول لك النيوكليوبروتين ده موجود في كل الدنيا. طيب برضو نيوكليوبروتين مش على قد النيوكليوس بس. الريبوسومات ما هي الا نيوكليوبروتين. ليه بقى؟ لان الريبوسومات عبارة عن ارتباط بروتين بالار ان ايه. ارتباط بروتين بالار ان ايه دي الريبوسومات. تمام. يقول لك الاذر رايبو نيوكليوبروتين والريبوسومات دول عبارة عن بروتين مرتبط بار ان ايه. فوق الدي ان ايه بيبقى نيوكليك اسيد دي ان ايه مع بروتين اللي هو موجود داخل النيوكليس. الريبوسومات بروتين مرتبط بالار ان ايه. دي كده كانت conjugated، فالفكرة انت هتعرف ايه مرتبط بايه بيكون ايه بس. شكرا. وحتة الميتالو مهمة، هيسألك السيرلوبلازمين ده بيشيل ايه، الفيرتين انترا سولار ولا اكسترا سولار، الانسولين فيه ايه، زنك. تمام، وهكذا. طيب نيجي للدرايفد بروتين. الدرايفد بروتين ده سهل جدا بسيط يعني. هو الفكرة انه بيقولك فيه برايمري وفيه سكندري. البرايمري دي اللي ناتجة عن الديناتوريشن، السكندري دي اللي ناتجة عن الهيدروليسيس. بمعنى ان انا لما بجيب السمبل بروتين وابدا اعمل له ديناتوريشن بيحصل له كواجيوليشن. فالكواجيوليتد البيومين او جلوبولين او جيلاتين دول ما هما الا درايفد بروتين، يعني منتجات طلعت من البروتينات، اشتقناها من البروتينات. ما هو المشتق ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة عملت عليها عملية فادتني حاجة تانية، يبقى ده كده بقى اسمه مشتق. فالمشتق الاولي بان انا ايه، عملت له مجرد ديناتوريشن، يبقى البرايمري جاي من الديناتوريشن زي الكواجوليتد البيومين وجلوبولين وجيلاتين. اما السكندري ده اللي انا عملت له هيدروليسيس وكسرته، فبيديني قطع اقل واصغر. القطع الاقل والاصغر دي تعتبر درايفد بروتين. يعني البولي بيبتايد والامينو اسيد والبيبتون والبروتيزس دي كلها درايفد بروتين. تمام. فبقول البروتين لو كسرته هيديني بروتيزس، بروتيزس لو كسرتها هتديني بيبتون، بيبتون لو كسرته هيديني بولي بيبتايد.
تمام. فبيقول لي بقى بيقارن لي بينهم، بيقول لي البروتيزز دي soluble في الووتر soluble في الووتر soluble في الووتر non coagulated non coagulated non coagulated. تمام. بتترسب في الساتوريشن او في الساتوريتد سولت سوليوشن، يعني المركب الملحي المشبع هي بتترسب فيه. تمام. اخر حاجة خالص عن البيبتايد، قال لي البيبتايد دي بتتكون من اتنين او اكتر من الامينو اسيد، اللي هما البولي بيبتايد الاخيرة دي البيبتايد بتتكون من 2 او اكتر امينو اسيد. طيب بيقول لي الامينو اسيد في سلسلة البيبتايد، والكلام ده انا قلت لك في اول محاضرة، قلت لك لما نرص الامينو اسيد كده في سلسلة البيبتايد بيبقى اخر امينو اسيد هنا عنده ان تيرمينال، واخر امينو اسيد هنا عنده سي تيرمينال، صح؟ بيقول لي الفيرست امينو اسيد بيبقى عندها فري امينو جروب بسميها ان تيرمينال اند، واللاست وان عندها فري كاربوكسيل جروب فبسميها السي تيرمينال اند. فانا لو جبت الانين سيستين تريبتوفان هيبقوا مش زي تريبتوفان سيستين الانين. ليه؟ لان هنا الالانين هو الان لانه اول واحد، وسيستين تريبتوفان ده السي. الناحية التانية التريبتوفان هو البداية فبقى هو الان، والالانين هو السي، فكده الترتيب بتاعهم مختلف، والمجموعات الوظيفية عند كل امينو اسيدز مختلفة. تمام. ف فهو يعني بيقول لك الاتجاهات دي مهمة، علشان كده ترتيب الامينو اسيد هيديني different بيبتايد different بيبتايد. طيب ثم الامينو اسيد ذات نفسها تعتبر derived بروتين. دي كده كانت محاضرة البروتين. زي ما قلت هي المحاضرة تبان نظري شوية، لكن هي بسيطة وسهلة ان شاء الله ومفيش فيها مشكلة.